شايف يا قلب اخوك في النسخة الجديدة الاصدار الثامن من واتساب ام اف. ضفنا شوية زراير مهمة جدا جدا جدا، ومنها هو ايقاف طمس الجي بي عملت اصدارات جديدة. اول ما بتدوس على المسج بيطلع لك كده علامة طمس كده فيها شوية حاجات. ففعليا لما بتدوس على الزرار ده الطمس ده بيتلغي لو بيضايق ناس كتير جدا. كمان معاك اعادة التوجيه في الرسالة، انك اي رسالة تبعتها في الشات او في الروم هتتبعت اكنها رسالة معمول لها اعادة توجيه. وكمان تم اضافة رسميا تفيك الشات والرومات، تقدر انك تفيك المسجات اللي موجودة في الشتات او الرومات عن طريق الزرار ده. كمان معاك بقى اظهار ايقونة تحديد الرسائل، ان رسميا كده في الموضوع ده هتخلي النسخة تظهر ايقونة تحديد الكل. يعني من اول ما تحدد على المسج بيظهر لك كده هوت ايقونة تخليك تحدد كل المسجات اللي موجودة جوه الشات او جوه الروم. تمام. ومعاك طبعا هنا طمس الايفون الاصلي، يعني انت هيكون معاك النسخة بعلامة الطمس عادي جدا. وفي الاخر بقى تصفية الروم او انك تنزل الادمن كله بضغطة واحدة. لو عايز تشوف باقي مميزات النسخة تابع معايا يا الفيديو. رجل، أنت تثرثر كثيرا. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن نسخة ام اف واتساب فيرجن 8، الاصدار الثامن من نسختي انا وفورست اليوتيوبر. تمام. طبعا النسخة زي ما انت شايف كده يا قلب اخوك باللون الجولد او اللون الاصفر، ولكن هو جولد اكتر. النسخة بباسورد يا شباب، فلازم نتابع الفيديو مع بعضنا علشان نعرف الباسورد ايه، لانه هيطلع على الشاشة هنا. تمام. النسخة فيها مميزات جمدان اتضافت في الاصدار ده، وطبعا كل الحاجات اللي انا قلتها الجديدة اتقالت في اول الفيديو، المقدمة او البرزنتيشن اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الفيديو. وطبعا حجم النسخة 70 ميجا بايت فقط، وفيها كمية مميزات واضافات هنشوفها مع بعضنا في الفيديو دلوقتي. يلا بينا يا قلب اخوك، بس ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش برضو تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا. طبعا اول ما بتضغط على النسخة بتفتح لك بالشكل ده. ده طبعا ملف السرعة بتاعنا اللي مضاف فيه كل انواع الفيروس حرفيا، علشان نعمل بقى التست الكامل بتاعنا ونشوف النسخة بتهنج او لا. فطبعا في الغالب النسخة ما بتتهزش حرفيا من اي حاجة من الحاجات دي. تمام. طبعا زي ما انت شايف ده الواجهة الرسمية او الواجهة الاساسية بتاعت شكل النسخة العادية جدا، وطبعا باللون الجولد زي ما انا قلت لكم، والتحرك خفيف جامد جدا في الواجهة. النسخة طبعا فيها ميزة قطع النت طبعا عن النسخة، انك لو مش عايز من هنا بتقطع النت عن النسخة، بتقطع الواي فاي يعني عن النسخة. وفيها طبعا الدارك واللايت عادي جدا، وفيها اي حاجة تانية عمومية زي اي نسخة. مميزات البلس كلها موجودة هنا. تمام. طبعا لو ضغطت على الثلاث نقط هنا، اضافات ام اف، رسائل مجدوله، الرد التلقائي، اعاده تشغيل النسخه، تبعت رقم مش متسجل، رساله للجروبات وجروب جديد، بي سي، واتساب ويب، وهابي مسج، والسيتنج. طبعا شكل السيتنج ده الشكل الجميل جدا، واللي بقى حرفيا منتشر جدا في الفتره ديت، واللي تقريبا انا ما شفتوش في الواتساب المصري حرفيا غير في نسخ واتساب ام تي ونسخ واتساب ام اف اتحطت فيها اهوت نفس الشكل ونفس الميزه. شكل اعدادات رايقه جدا وبسيطه جدا، وحرفيا شكلها ممتاز وهيعجبكم كلكم ان شاء الله. تمام. طبعا لون النسخه زي ما انت شايفه هادي اصلا، مش بيوجع العين ولا اي حاجه، واللون في البسيط خالص، والنسخه كلها جميله جدا. علشان ما نطولش عليكم طبعا هنضغط على كلمة اضافات ام اف بالشكل ده. وده طبعا شكل المود دارك ولايت، يعني بيغير لون، ممكن تخليه باللون ده او ممكن تخليه كمان باللون اللايت. تمام. يعني دخلت كده وضغطت على كلمة لايت مود واتساب، ده شكل المود، ولكن احنا طبعا بنحب الشكل الدارك افضل يعني. وكمان عندك هنا التشينج فونت، تقدر انك تغير الخطوط بالخطوط اللي قدامك. معاك 4 خطوط تقدر تغير شكلهم، ولكن احنا برضو مش محتاجين ان احنا نغير الفونت. وده طبعا شكل المود العادي جدا، مود بسيط، ولكن طبعا ده مود جديد ضاف في نسختنا الام اف دي، طبعا من ضمن التطويرات اللي اتعملت في نسختي انا وفورست. تمام. وطبعا لو ضغطت على الخصوصية فطبعا كل الخصوصية بتاعت البلس موجودة، وكمان السمات لو مش عاجبك شكل النسخة عادي جدا. وهنا طبعا علشان تركب بقى ملف السرعة او تعمل اي حاجة تانية انت عايزها. تمام. وعندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية،
وزي ما قلت لك لو عايز تخلي النسخه بواجهه الايفون اللي انت شفتها في النسخه، بتدوس على البار العلوي وبعد كده ستايل بار التنقل وبتختار الاي او اس ستايل. هي بتبقى على واتساب يو اي ستوك، انت هتخليها اي او اس ستايل بالشكل ده. تمام. وعندك طبعا برضو كل المميزات التانية يا قلب اخوك قدامك عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. وطبعا لازم تعرف ان النسخه فيها 47 سطر كونفرزيشن، كل الاسطر شغاله وما فيهاش اي مشاكل. تمام. يعني لو اخترت السطر رقم 30 وطلعت كده ودخلت على النسخه تاني اديك شايف الاسطر، ولكن انت طبعا تقدر تختار السطر اللي انت عايزه، لانك فعليا معاك اكتر من 40 سطر. انت معاك 47 سطر، انت متخيل؟ 47 سطر زي ما انت شايف كده بالشكل ده، تقدر تغير فيهم زي ما انت عايز. تمام. طبعا لو ضغطنا هنا برضو على الشاشة الرئيسية، رحت على كلمة الإضافات. تمام. هنا بقى التقسيمة بتاعتنا واللي تم إضافة في الإصدار ده، النوتة وتكرار النصوص وزخرفة النصوص. تمام. تكرار النصوص وزخرفة النصوص، كل حاجة موجودة وشغالة 100%. تحط الحاجة اللي انت عايز تعملها وتحط الرقم أو العدد اللي انت عايز تخليها تنسخه أو تعمله كام مرة وبس كده. تمام. وعندك هنا طبعا الوان الشات، وزي ما انتم عارفين لون الشات الاسود اللي احنا بنستخدمه هو اللون رقم 28. وطبعا دي الزراير اللي احنا شرحناها اصلا في اول الفيديو، وطبعا معاك كمية زراير مش طبيعية علشان تشفير الفيروس عموما والنسخة ما تهنكش منك حرف، وزراير المميزات كلها ايه اللي شرحناها في مقدمة الفيديو. تمام. وعندك القرآن الكريم، تساقط تلج، حركة 3D، حركة شتات، وطبعا دي كل الاضافات اللي موجودة في الاصدار ده. تمام. طبعا لو جينا دخلنا على الشات بالشكل ده طبعا شكل الشات، والنسخه معاك يا قلب اخوك بايموجي الايفون الاي او اس ستايل زي ما انت شايف، قلب الناري وكمان قلب الضماده، وكل انواع القلوب اللي هتحتاجها في النسخه موجوده بدون اي مشاكل. تمام. فطبعا ده بقى علشان نشوف مثلا التست، يعني من تفعيل مثلا الزراير زي ما هوريكم دلوقتي. لو رحت كده على الشاشة الرئيسية ورحت كمان على الإضافات وبعد كده على زراير الفيروس بالشكل ده، ونختار بس حاجة واحدة بس هو زرار القص، ونرجع كده مثلا وندخل تاني ونروح مثلا على أي فيروس مثلا أي روم. تمام. ادي التست، مفيش اي حاجة حرفيا، النسخة بتجري في الشات وما فيهاش اي مشاكل فعليا. النسخة حرفيا هتعجبكم كلكم ان شاء الله. ويا ريت طبعا ما تنساش دعمكم علشان خاطر التفاعل يرجع تاني. طبعا اللي مش عاجبه الشكل بتاع السطر ده شباب، من الشاشة الرئيسية الاسطر يروح هنا ويرجع فوق على كلمة ستوك، هيلاقي شكل العادي جدا بتاع النسخة رجع تاني بدون اي مشاكل زي ما انت شايف كده. الكتالوج نفس الفكرة، النسخة ما بتهنكش من اي حاجة. مش عارف الخريطة نفس الفكرة برضو، يعني ما تقلقوش من اي حاجة. تست النسخة جامد جدا. وكمان طبعا زي ما انت شايف النسخة اصلا فيها تذكر رمي فيروس، زي ما انت شايف لو اخترت اي حاجة من الحاجات ديت هتلاقي اصلا النسخة لوحدها بتحفل فيروس عادي جدا وبترمي فيروس على اي شات تاني عادي جدا. تمام. وبكده يا قلب اخوك يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش دعمك بقى للفيديو، لايك وسبسكرايب على القناة، شير على قد ما تقدر، وما تنساش تصلي على النبي زي ما قلنا في اول الفيديو. قدم لكم الفيديو من السفاح، والسلام عليكم.